الباشمهندس هاني والدكتور اشرف اتكلم فيهم حاجتين مهمين جدا. انا من البطولات اللي انا عشتها كلاعب ومدرب كان شفت امكانيات ضخمه مهمه جدا وبنيه تحتيه على اعلى مستوى في المملكه المغربيه. صدقني يمكن شفتهاش غير في زائد التامين الامني اللي كان موجود والاقامه اللي كانت موجوده لينا كانت انتوا عارفين انا ما بجاملش حد يعني خالص. ف انا كنت سعيد بوجودي هناك في المغرب. سيبك من الانتماء بعض الجماهير في التشجيع، والتشجيع ده حقهم وهم عايزين كده، ممكن يكونوا قلقانين ان احنا منافس قوي فمن بعض الامور يعني، او ممكن حد هنا قال رايه الشخصي على حاجه تحكيميه في مباراه تنزانيا والمغرب سببت ان الناس زعلت. لكن انا بتكلم ما شفت اقامه وشفت ناس بتعاملنا معامله سواء في الفنادق او في الامن التامين او في كل توجهاتنا او تحركاتنا على اعلى مستوى. بلد زي مصر كده راقيه جدا في كل حاجه وشعبها بيحب الكوره وانا كنت سعيد بوجودي هناك والبطوله كانت ناجحه جدا. كل حته فيها ايجابيات وسلبيات، كل بطوله لها ايجابيات وسلبيات، لكن ايجابياتنا الكبيره ان احنا كنا في مكان يليق بافريقيا والبنيه التحتيه كانت. انا قلت على فكره مش بقول من دلوقتي، انا قلت من اول دوري المجموعات كنت بقول ان احنا سعداء بوجودنا هناك.